انا زيك بالظبط، سمعت هو بيقول دي الرأسة الأخيرة والجسد لم يعد يرحم، وهوب تصحى على أول أسبوع في كأس العالم تلاقيه مسجل 5 أهداف في أول ماتشين. احنا لسه بنقول يا هادي يا اسطى، هو مين فينا ال 40 سنة؟ طيب طب حد يكشف له المنشطات يا إخوانا، ولا يمكن يطلع مسنن أصلا وإحنا مش عارفين؟ في مونديال 2026 كلنا كنا مستنيين نشوف ميسي وهو بيحصل على التكريم اللي يستحقه على مسيرته الدولية اللي كانت غير متلائمة مع عطائه، فقلنا هو يلعب له ماتشين كده ينزل من على الدكة ياخد تحية الجمهور والناس تنبسط وتسقف. لكن اللي حصل غير كده خالص. ميسي بيبدأ أساسي في أهم ماتشين في المجموعة وحرفيا بيجيب الفوز بدراعه. الراجل السنة دي بيمارس ديكتاتورية كروية، وده لأنه بيلعب وهو مش خايف من أي حاجة، قفل اللعبة وشال الذهب ودلوقتي بيلعب لمجرد المتعة. فلما عبقري زي ده يتحرر من الضغط والخوف فخد عندك بقى وما تعدش، تحركات تلاقي، تطوير لعب تلاقي، مراوغات احنا نهزر ولا ايه؟ ده غير بقى كم الأهداف اللي حرفيا بيسجلها من ساعة ما كان امبابي وهالاند في كي جي 1. فانا احمد ثابت، وفي الحلقات دي حلقة خاصة من سوالف كأس العالم، جايين نشوف سيد معزة بيعمل ايه في المونديال، ونشوف الفورمه اللي شكله هياخد بيها البالون دور التاسعة دي. فهات الغدا بتاعك وكوبايه الشاي تمام وبنا صديقي. لما شفت ميسي رايح انتر ميامي في امريكا قلت خلاص الراجل جاب اخر ورايح يقضي الكام سنه اللي فاضلين له في هدوء بعيد عن حرق الدم وضغط اوروبا. الصحافه والمحللين وقتها قالوا دي مرحله الخمور الكروي، ضربوا سنين كده اللعب فيه على الهادي والجمهور رايح ياكل في الملعب ويتصور مع المشاهير وخلاص. اصلا حتى الامريكان نفسهم لسه بيتعرفوا على الكائن اللي الناس مجنونه بيه ده. حتى لما اتقالوا انه هيشارك في المونديال السنه دي قلت بيني وبين نفسي يا سيدي كتر خيره، هينزل اخر ربع ساعه الجمهور يسقف ياخد تحيه على تاريخه والكل يروح مبسوط. لكن في اول اسبوع في المونديال اتفاجئ ان الراجل اساسي ومسجل 5 أهداف في اول ماتشين، هاتريك في الجزائر وثنائيه في النمسا. هو الراجل ما طلعش رايح امريكا عشان يعتزل زي ما فكرنا ولا ايه؟ يعني لما كنا بنشوفه بيسجل ويصنع ويرقص ويعمل عمايل في امريكا كنا بنقول ده دوري ضعيف وما فيهوش كوره اصلا، ده حتى بص على سامي اللي هناك. بس لا عادي يا جماعه، ميسي بيمارس ما يمارسه من كوره زي ما هو. تيجي تبص على الملعب السنه دي تحس انه بيلعب ضد الزمن نفسه. اول مره العالم سمع فيها اسم الشاب ميسي في المونديال كانت من 20 سنه في المانيا 2006. عيل صغير ملامحه طفوليه وشعره طويل نزل من على الدكه قدام صربيا وفي كام دقيقه بس بيسجل ويصنع وبقى اصغر لاعب في تاريخ المونديال يعمل اللقطه دي في ماتش واحد. اقلب الشريط بقى السنه دي وهات اللقطه دي حطها جنب اللي بيعمله في 2026، نفس الكائن القصير بنفس الرجل الشمال بس وهو داخل على ال40 عشان يبقى هو برضه اكبر لاعب سنا يسجل هاتريك وثنائيه في تاريخ كاس العالم. حاجه كده هتخلي مخك يعمل ايرور، ازاي تاريخ البطوله دي كلها تلخص وتقفل بين اول واخر لقطه للراجل ده من 2006 ل 2026. فميسي السنه دي ما بينزلش علشان ينافس الجيل الجديد ولكنه بيدخل في تحدي مع نسخته المراهقه وبيتفوق عليها بالخبره والهدوء. فزمان في 2006 كان لازم يجري بسرعه ويعدي من 3 و4 عشان يثبت نفسه لشعب الارجنتين. النهارده هو واقف بيتمشى في الملعب وعقله مازال أسرع من كل اللي حواليه ولكن بلمسات أقل وبتحركات أقل بيتنمر على كل الأخصام. والعجيب إن كسر رقم فضل ملازمه ل20 سنة بحالها. ميسي اللي مسجل 60 هاتريك في مسيرته ما كانش ضمنهم ولا واحد في المونديال. دخل البطولة 5 مرات ولعب نهائيات وشال الذهب وكسر كل الأرقام، ولسه الحتة دي غايبة عن دفاتر تاريخه لحد ما جت مباراة الجزائر في افتتاح المجموعات السنة دي. ميسي بينزل هو 38 سنة و357 يوم وخلاص فاضل له أيام ويقفل 39 والناس بتقول يا فتاح عليم رزاق يا كريم. تصلي الفجر يا مؤمن وترجع تلاقي المعزة حاطط الهاتريك. لو ايه حاجة من ريحة الزمن الجميل. خد يا عم الهاتريك ده تفشخر بيه قدام صحابك، وزود بقى انه اكبر لاعب في تاريخ كاس العالم يسجل هاتريك ويكسر رقم كريستيانو رونالدو التاريخي اللي عمله في مونديال 2018. اللي مزعلني في الموضوع صراحة هو ان الهاتريك كان على الجزائر، ولا اخفيكم سرا يعني انها من اقرب البلاد العربية لقلبي، وان شاء الله يقدموا بطولة كويسة في المونديال ده. غير طبعا انه بقى اول واكتر لاعب يشارك في نسخ للمونديال ب6 نسخ. بس عشان نفهم ازاي ميسي وصل للمرحلة دي من الراحة النفسية اللي مخليه رجليه بتعزف كورة بالمنظر ده، فلازم تبص على وشه في الملعب السنة دي وتفتكر المآسي والدراما القديمة. فاكرين طبعا شكل ميسي في المونديالات اللي فاتت؟ الراجل كان بيصعب عليا، وشه مشدود دايما وشايل هموم بلد بحالها على كتافه. لو خسرت الارجنتين الشعب مش هيرحمه، ولو ضيع كورة الاعلام هيمرجحه ويقارنوه بمارادونا لحد ما يكره اليوم اللي لمس فيه الكورة. لكن النهارده 2026 الراجل نازل الملعب وهو بيبتسم، وشه هادي ورايق، مفيش اي ملامح للتوتر او الخوف. ليه؟ لانه ببساطة ما عندوش حاجة يثبتها لأي حد.
الراجل خلاص جاب لهم اللي هم كانوا عاوزينه، وشال الدهب في قطر وملى عينه من الكاس اللي طاردها طول حياته، ودلوقتي بيلعب لمجرد المتعة الخالصة. حتى هو بنفسه قال لك ما رضيتش اعتزل علشان اجرب شعور انك تكون بطل العالم. فلما عبقري بالليفل ده يتحرر تماما من الضغط، عقله بيكون صافي، وده هو اللي مخليه مش مستني الماتش ولا احداثه، ولكنه بيمشي الماتش على مزاجه. ومن اول دقيقة يا صديقي الراجل مش لسه هيستنى يشوف الخصم ناوي على ايه، ولا يسيب الماتش يمشي براحته وبعدين يجري وراه. ميسي نازل يفرض واقعه هو من اول ثانية، وعشان كده هتلاقيه متربع على عرش تاريخ كاس العالم كأكتر لاعب سجل اهداف لافتتاح الماتشات، 10 اهداف افتتاحية، والخصم ملوش غير انه يقعد يتفرج وهو حاطط ايده على قلبه ومستني يشوف الضربة الجاية هتجيله منين. ميسي بيكسر رقم قياسي بتضييعه لضربة الجزاء ضد النمسا، بقى هو أكتر لاعب برضه بس في إهدار ركلات الجزاء في المونديال. قال لها يا بيبي 3 مرات يا سيد، بس هيسكت على الهزار ده؟ لا طبعا، ده بتاع الصعب كله. ميسي السنة دي بينفرد برقم متفرد جدا، وبقى أكتر لاعب في تاريخ المونديال يسجل أهداف من بره منطقة الجزاء، وبيكسر رقم الأسطورة البرازيلية ريفيلينيو ب5 أهداف، ومعدي برضه دييجو فورلان اللي جنن حراس العالم في 2010 بكرة الطايرة، واللي بالمناسبة هيكون حلقة عنه وعن أدائه في البطولة دي تحديدا، فانتظروها قريب إن شاء الله. الفكرة إن الأهداف دي الناس بتشوفها على مدار 20 سنة من ميسي، هي ما اتغيرتش. ميسي استلم حر ما بين الخطوط أو على حدود المنطقة، فأنت استحمل غلطك بقى، العقاب واحد وروح هاتها من الشبكه. الفكره بقى بالنسبه لي في استمراريه الراجل ده هتلاقيها متمثله في ان ميسي مش من نوعيه اللعيبه اللي بتظهر ماتش واحد يرزع له 5 تجوان في فرقه على قدها ويمشي وتلاقي ارقامه عاليه في البطوله، بس هو فعليا ما ظهرش غير ليله واحده وخلاص. فالراجل فعليا ما سجلش اهدافه بالصدفه ولا بماتش ضربت معاه فيه. فميسي لحد ماتش النمسا بقى مسجل في 13 مباراه موندياليه مختلفه في تاريخه. استنى كده بس، اقف معايا شويه. انت متخيل يعني ايه يسجل في 13 ماتش منفصل في كاس العالم؟ حرفيا دي الاستمراريه في اعلى واقوى صورها. صك الامال لمنتخب الارجنتين بقاله 20 سنه، جيل ورا جيل بيتغير، واللعيبه اللي بدات معاه اعتزلت وبقت محللين ومدربين، والخطط بتتبدل وتتعمل من اول وجديد، وشكل الكره نفسه اتقلب راسا على عقب. وميسي هو الثابت الوحيد في الليله دي، الثبات ده اللي خلاه يتربع على قمه هدافي كاس العالم عبر التاريخ. طول عمرنا عارفين ان الرقم القياسي الاهداف المونديال التاريخي متسجل باسم ميروسلاف كلوزا ب16 هدف، وطبعا انا عملت حلقه كامله عن كلوزا وليه وازاي اصبح هداف كاس العالم، تقدر تشوفها من الاي اللي فوق. المهم ان بعد مونديال قطر قلنا خلاص ميسي هيعتزل، وكنا فاكرين ان الرقم ده هيفضل شويه لحد ما يجي مبابي مثلا هو اللي يكسره، يقوم عمك ليونيل بعد 5 اهداف منهم هدفين امبارح ضد النمسا يوصل بيهم للهدف رقم 18 في تاريخه المونديالي. رويترز بتنزل تقارير بتقول لك ان ميسي بالهدفين دول لو جيت تحسبها كمقارنه مطلقه فهو تخطى كمان اللاعبه البرازيليه مارتا اللي مسجله 17 هدف في كاس العالم للسيدات، وبقى هو الهداف الاول والمطلق للعبه كره القدم في بطولات كاس العالم رجال وسيدات عبر التاريخ برصيد 18 هدف. بالمناسبه يبقى اول تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. وطبعا يا صديقي ما تكتفيش بانك تبص على ميسي وهو بيسجل في الشباك بس، ولكن كمان بص عليه في اللحظات اللي ما بيسجلش فيها. الراجل ده لو صام عن التهديف في ماتش فانت تقدر تحط رجل على رجل وتراهن اي حد على انه هيصنع، او على اقل تقدير فهو هيحط زمايله قدام الجون وهم وضميرهم بقى. وهنا لازم اصدمك برقم يمكن يكون مرعب اكتر من التهديف نفسه. ميسي هو أكتر لاعب صنع تمريرات حاسمة في تاريخ المنتخبات كلها برصيد 61 أسيست، يعني مفيش بشر لبس تيشيرت بلده وصنع أهداف قد الكائن ده. أما في كأس العالم بالذات فهو واقف ب8 أسيست على راس القايمة برضه متساويا مع دييجو مارادونا. طب وميسي هيسكت ويكتفي بكده وخلاص؟ أقول لك لأ طبعا، خد عندك الرقم ده وهو تفكر فيه كده بروقان. ميسي هو صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ البطولات الدولية الكبرى، يعني في المونديال والكوبا الراجل ده واصل ل 56 مساهمة هدفية متقسمة ما بين 30 جول و26 أسيست. الرقم مرعب يا جماعة والله. الرقم بيقول لك إنه بقاله 20 سنة عايش في قمة الضغط العصبي وفي عز المعمعة والضرب والطحن البدني مع منتخبات أمريكا الجنوبية أو في صراع كأس العالم ضد كل المنتخبات، ما بيختفيش، بيلعب بيسجل وبيصنع في الوقت اللي أساطير تانية بتتخنق أو تقع بدنيا ونفسيا من حجم التوقعات اللي عليها. فميسي كان بياخد البطولات دي لحسابه الخاص، كأن الفيفا عاملة البطولة دي مخصوص علشان هو يدخل يفرض نفسه على الكل ويروح. فحتى الجوائز الفرديه اللي المفروض بتعتمد على تقييمات ولجان وبتاع، هو نزل الملعب واكبر الكل يكتبها باسمه. الراجل ده هو اكتر لاعب في التاريخ
بيفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في البطولات الدولية الكبرى برصيد 4 مرات، وأكتر لاعب شال جوائز فردية في تاريخ الكوبا والمونديال ب6 جوائز كاملة، مرتين أفضل لاعب في المونديال، ومرتين أفضل لاعب في الكوبا، ومرة هداف الكوبا، ومرة أفضل لاعب شاب في المونديال. في كأس العالم بالذات هو اللاعب الوحيد اللي فاز بجائزة رجل المباراة في كل أدوار البطولة، وسجل كمان برضه في كل أدوار البطولة. يعني المجموعات تلاقيه دور 16 وماله، دور الثمانية ما يضرش، سيمي فاينال هيفرض نفسه، والفاينال طبعا هيشيل الليله. مفيش دور بيعدي في المونديال الا وميسي خرج منه وهو شاحن الجايزه على بوينس ايرس. والسنه دي في 2026 كانه افتكر ان الجايزه دي وحشاه، فقام مدد الرقم القياسي اللي هو متسجل باسمه اصلا، ووصل ل 13 جايزه لرجل المباراه اجمالا. فتحس انه بياخدها بعد الماتش كانه جرار روتيني او امضى في دفتر الحضور والانصراف، لدرجه تخليك تسال هو ميسي ده بيلعب في منتخب الارجنتين ولا الارجنتين كلها بقت مجرد خلفيه في لوحه بيرسمها ميسي لوحده في المونديال. البلد دي طول عمرها في وعي اي مشجع كوره كانت معروفه انها بلاد دييجو ارماندو مارادونا، البلد اللي جابت جابرييل باتيستوتا وماريو كيمبس، اسماء تقيله جدا كانت بمثابه خطوط حمراء في دفاتر الكره اللاتينيه، ومقدسات محدش يجرؤ يقرب منها او يمسها، لحد ما جه الكائن ده ويقرر يعمل عمليه اخلاء شامل لتاريخ البلد كرويا لحسابه الخاص. تيجي تبص النهارده بعد ماتش النمسا تلاقي ارقام تجيب لك ذهول، 201 مباراه دوليه، 121 هدف و61 اسيست. فميسي حرفيا يعني ما بقاش مجرد لاعب تاريخي الارجنتين يا صديقي، ميسي مسح كل الارقام السابقه باستيكا، تخطى باتيستوتا في التهديف وتجاوز مارادونا في عدد المباريات والقياده، وبقى هو الاكثر تسجيلا والاكثر صناعه والاكثر مشاركه وحتى الاكثر خوضا للمباريات كقائد في تاريخ التانجو. ليونيل هو أكتر لاعب خد دقايق لعب في تاريخ كأس العالم كله برصيد بيعدي 2500 دقيقة. الفكرة هنا مش مجرد وقت اللعب، ولكن فلسفيا وطبيا ازاي الجسد البشري ده مستحمل حجم الإهلاك والضغط والضرب والالتحامات دي كلها من 2006 ل 2026 من غير ما خلايا تتآكل أو عضلاته تطلب الرحمة. ده هو بنفسه كل يومين يطلع يأكد لي إن الجسد لم يعد يرحم. والله أنت كداب أبو صلاح، لأن الراجل بقاله 20 سنة بيطحن في أعلى ليفل تنافسي ممكن على كوكب الأرض، مع الآلاف من الدقايق دي في حتة قماشة محطوطة على كتفه الشمال وليها وزن تاريخي، وهي طبعا شرط القيادة. ميسي هو أكتر لاعب بيحمل شرط القيادة في تاريخ كأس العالم كله. ال10 لعيبة اللي حواليه في الملعب في عز شبابهم وانفجارهم البدني بيموتوا حرفيا على أرض الملعب وبيجروا في كل شبر عشان يغطوا وراه ويوفروا مجهوده هو. فكل دي عوامل ساعدت ميسي السنة دي يمدد رقمه ويبقى أكتر لاعب تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 18 فوز مونديالي. أنا عارف إن ده فيديو مختلف عن أي حاجة أنا عملتها قبل كده، وأنا أصلا مش من مشجعين ميسي طول فترة فرجتي على الكورة، بس بصراحة اللي الراجل ده بيعمله قلت ما ينفعش يعدي عليا كده عادي، وقلت أطلع أتكلم عنه في فيديو سريع. وطبعا مهما ذكرت فحرفيا مش هقدر أوصف اللي عينيا بتشوفه، لأني هحتاج فعلا إني أعمل سلسلة وثائقية. فأنا حقيقي ممتن للفترة دي، وإني أشوف الراجل ده لايف وهو بيسجل ويصنع ويكسب ويكسر الأرقام القياسية وهو سايب إيده، حرفيا يعني سايب إيده مش مبالغة. حتى لما المراسل سأله من قريب هل تريد المزيد، تلاقيه بيقول في الحقيقة لا يمكنني طلب المزيد، والحمد لله كما قلت عدة مرات لقد منحني الله كل شيء على المستوى الرياضي، والشيء الوحيد الذي يمكنني أن أطلبه هو الصحة لي ولعائلتي وللناس الذين كانوا دائما بجانبي. وأنا مش مهم أكل، المهم أنتوا. في النهاية صديقي الأرقام اللي احنا عمالين نرصها من أول الحلقة دي، ال26 مساهمة المونديالية وال18 جول وال6 نسخ كأس عالم مشاركة وكوم الكرات الذهبية والجوائز الفردية اللي ملهاش أول من آخر، فالأرقام دي كمان كام سنة. ده غير طبعا إنه بقى أول وأكتر لاعب يشارك في نسخ للمونديال ب6 نسخ، وكوم الكرات الذهبية والجوائز الفردية اللي ملهاش أول من آخر. الأرقام دي كمان كام سنة لما الأجيال الجاية تفتح كتب التاريخ وتقراها غالبا مش هيصدقوا إن ده كان بني آدم حقيقي من لحم ودم زينا، بيصحى الصبح يلبس تيشيرت الكوره وينزل يتمشى في الملعب عادي. غالبا هيفتكروه شخصيه خياليه او ميثولوجيا ماخوذه من قصص الاساطير الاغريقيه زي هيراكلو واوديسيوس، حاجه كده اخترعها جن على النت علشان يسلي بيها نفسه ويصنع بطل خارق وهمي. بس المحظوظ بجد في الليله دي كلها هو جيلنا احنا اللي شفناه لايف وعاصرناه، وشفنا الكائن القصير ده وهو بيلعب الكوره لمجرد المتعه الخالصه، وده بعد ما حرر رجله وعقله من الخوف. شفناه وهو بيبتسم للكاميرا في مونديال 2026 وبيثبت للعالم كله ان طالما الموهبه حاضره فالمتعه مش هتنتهي، وان السحر الخالص ملوش تاريخ انتهاء. النهارده 24 يونيو 2026 وده هو تاريخ ميلاد ليو، 39 سنه
سنة من المتعة والسحر الحلال. بصراحة ما لقيتش فرصة أنسب من دي، فحبيت ميعاد نزول الفيديو يكون في الذكرى الجميلة دي. شكرا ميسي، شكرا على كل حاجة قدمتها أو لسه هتقدمها للكورة والمشجعين. وهنا مايك يروح لكم انتوا، تفتكروا المعزة هياخد الأرجنتين لحد فين النسخة دي؟ وهل فعلا بنشوف الرقصة الأخيرة ولا المعزة لسه ناوي يغفلنا من تاني؟ ولأن أنا بصراحة أنا شايف إن أداء ميسي السنة دي هو أعلى من 2022. ده شكلها كده الله أعلم فيها البالون دور التاسع. هستنى رأيكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك، وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد ثابت، والسلام عليكم.